بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ درس التقريب لأقرب 10. تقريب لأقرب 10 بيقول لي قرب عدد معين، يقول لي قرب لأقرب 10. زي مثلا هنا بيقول لي قرب العدد 57 لأقرب 10. طيب ما معنى السؤال ده؟ ويعني ايه التقريب لأقرب 10؟ يعني أنا عايز مضاعف من مضاعفات 10 يكون أقرب ما يمكن من العدد 57. يبقى التقريب لأقرب 10 يعني هوجد مضاعف من مضاعفات 10 الأقرب للعدد 57. احنا أخدنا في الترم الأول إن مضاعفات 10 الأعداد 0 و10 و20 و30 و40 و50 و60 وهكذا. دي مضاعفات 10. أنا عايز بقى أقرب عدد من مضاعفات 10 يكون قريب من العدد 57. يبقى قرب لأقرب 10 يعني قرب لأقرب مضاعف من مضاعفات 10 لهذا العدد اللي هو 57. طيب أنا هوجده إزاي؟ عندي طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أجيب العدد 57 أجيب مضاعفات 10 اللي هو محصور ما بينهم. يبقى أنا هسأل نفسي كده 57 دي تنحصر بين مين ومين من مضاعفات 10؟ هل ما بين الصفر وال10 ولا ال10 وال20 ولا ال20 وال30 وهكذا؟ يبقى 57 دي هنلاحظ إن هي موجودة ما بين العدد 50 والعدد 60. دول مضاعفات 10 اللي العدد بتاعي 57 ينحصر ما بينهم. طيب أنا عايز أعرف مين الأقرب منهم للعدد 57. طيب أعرف إزاي العدد القريب؟ عن طريق الفرق بين العدد 57 وكلا المضاعفين اللي هو ينحصر ما بينهم. فال57 وال50 الفرق اللي ما بينهم 7، وال57 وال60 الفرق اللي ما بينهم 3. يبقى هو كده أقل ناتج هيظهر معايا في الطرح يبقى هو أقرب ليه. يبقى هنا ال57 دي بنقول كده إن هي تساوي تقريبا العدد 60. يبقى الطريقة الأولى إن أنا هيجيب لي عدد وعايز أقربه، يبقى أنا هوجد مضاعفين من مضاعفات 10 اللي العدد 57 ينحصر ما بينهم، أو العدد اللي هو يجيبه لي في سؤال التقريب لأقرب 10. طيب ال57 تنحصر بين ال50 وال60. طيب عايز أعرف بقى هي أقرب لمين فيهم، لل50 ولا لل60؟ يبقى عن طريق الفرق اللي ما بين ال57 وال50، والفرق اللي ما بين ال57 وال60 هيظهر ال57 أقرب لمين فيهم. فهاخد أقل ناتج طرح ما بين ال57 وكلا المضاعفين. فال57 وال50 فرق بينهم 7، 57 و60 فرق بينهم 3. يبقى كده ال57 بتساوي تقريبا 60. دي الطريقة الأولى. إنما الطريقة اللي احنا هنعتمد عليها الطريقة التانية اللي هتظهر معايا في المثال ده. لما أجي أقرب أي عدد لأقرب 10 بعمل مجموعة خطوات مرتبة هنفذها هيظهر مضاعف 10 القريب جدا من العدد 426. قلنا قرب العدد 426 لأقرب 10 معناه إن أنا هجيب مضاعف من مضاعفات 10 الأقرب للعدد 426. طيب خطواتي كالتالي. أول خطوة هروح على خانة العشرات وأحددها. فهنا عندي خانة الأحاد وهنا عندي خانة العشرات. طيب دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية هبص على الرقم اللي على يمين خانة العشرات. الرقم ده يبقى حاجة من اتنين، يا إما من الأرقام 0 1 أو 2 3 4. والأرقام دهيت مش هتزودنا أي شيء، فبنسميها احنا كده بينا وبين بعض نسميها أرقام بخيلة، أو في بعض الناس بتسميها أرقام فقيرة، مش هتزودنا حاجة. يبقى لو على يمين خانة التقريب بتاعتي اللي هي خانة العشرات 0 1 2 3 4 مش هنزود حاجة. إنما لو على يمينها 5 6 7 8 9 رقم من دول، يبقى الأرقام دي هنسميها أرقام كريمة، والأرقام دي بتزودنا 1. إنما الأرقام البخيلة مش هتزودنا شيء. طيب أنا عندي هنا الاتنين خانة العشرات اللي على يمينها الستة هتزودنا 1 لأنها من الأرقام الكريمة. طيب هنا بعمل إيه؟ يبقى الاتنين دي هنزودها 1 فتبقى الاتنين دي بقت 3. طب بعد كده رقم الأحاد دهوت هستبدله بصفر. طب ليه هنستبدل رقم الأحاد بصفر؟ لأن لازم الناتج اللي احنا بنقرب له العدد ده لازم يكون من مضاعفات 10، ومضاعفات 10 لازم يكون أحدها صفر. عشان كده خانة الأحاد دايما في سؤال التقريب لأقرب 10 هنشيلها ونحط مكانها صفر. باقي أرقام بقى الخانات الأخرى زي المئات والآلاف والملايين وهكذا بكتبها زي ما هي. يبقى أنا خطواتي هروح على خانة العشرات أحط خط، أبص على الرقم اللي على يمينها اللي هو الأحاد. الرقم ده يكون حاجة من اتنين، يا إما رقم من الأرقام الكريمة 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 يبقى هنزود خانة العشرات 1، يا إما رقم بخيل زي الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة مش هيزودنا حاجة فهتفضل الاثنين زي ما هي. طيب بعد كده نستبدل خانة الأحاد بصفر، وبعد كده باقي أرقام العدد نكتبها زي ما هي.
طيب فلما نيجي هنا نقول 426 دي لما نيجي نقربها لأقرب 10 يبقى نقول بتساوي تقريبا 430. طيب هيديني أمثلة على الكلام ده، فيقول لي قرب العدد 573 لأقرب 10. زي ما اتفقنا هروح على خانة العشرات، يبقى 573 اهي، هروح أنا على خانة العشرات وأحددها. يبقى هنا السبعة على يمينها رقم، الرقم ده يا بخيل يا كريم، يا هيزودنا واحد يا مش هيزودنا واحد. طيب التلاتة هي اللي على يمينها مش هتزودنا حاجة، يبقى السبعة دي هتفضل زي ما هي سبعة، يبقى السبعة تفضل سبعة. التلاتة هنستبدلها بصفر، والخمسة هنكتبها زي ما هي، يبقى الناتج عندي هنا ال 573 بتساوي تقريبا العدد 570. يبقى ده أقرب مضاعف من مضاعفات العشرة للعدد 573، وده المقصود بالتقريب لأقرب 10، هو إيجاد أقرب مضاعف من مضاعفات العشرة للعدد اللي أنا بقربه. طيب يبقى قرب العدد 236 معناها هوجد أقرب مضاعف من مضاعفات العشرة للعدد 236 بنفس خطواتنا. ال 236 اهيت العشرات بتاعتها 3، اللي على يمينها 6، الستة من الأرقام الكريمة يبقى هتزودها واحد. طب هي 3 تخليها 4، ولو هي 4 تخليها 5، ولو هي 6 تخليها 7، وهكذا. على طول خانة الأحاد منساش هستبدلها بصفر عشان يبقى الناتج اللي هيظهر معايا لازم يكون من مضاعفات العشرة، وباقي أرقام العدد بكتبها زي ما هي، يبقى الاتنين دي هكتبها زي ما هي 2، يبقى الكلام ده يساوي تقريبا 240. طيب 1672 نفس الطريقة، 1672 هروح على رقم العشرات واحدده، يطلع معايا السبعة على يمينه 2 مش هتزودوا حاجة، يبقى السبعة دي هتفضل زي ما هي 7، الاتنين هنستبدلها بصفر، باقي أرقام العدد أكتبها زي ما هي، يبقى الناتج 1670. طيب في حالة وجود بقى عدد عشري أو عدد كسري عايز أقربه أنا لأقرب 10، أول خطوة خالص أي كسور عادية وأي كسور عشرية أنا بشطب عليها، مش محتاجها خالص معايا في العدد عشان ما تلخبطنيش. يبقى في حالة وجود أعداد أو أجزاء عشرية في العدد أو كسور عادية أنا بشطب عليها مش محتاجها خالص وأنا بقرب لأقرب 10. طيب يبقى هنا عندي حدد بقى أو أنفذ خطواتي زي ما اتعلمناها في الأمثلة السابقة. يبقى أنا أروح على خانة العشرات وأحددها، هلاقي 8 على يمينها 3 مش هتزودها حاجة، يبقى ال8 هتفضل 8، التلاتة هنستبدلها بصفر مننساش، وباقي الأرقام نكتبها زي ما هي، يبقى الناتج هنا 4980. طيب بعد كده عندي برضو العدد 14845 وثلاث أتمان، برضو عندي كسور عادية على طول ارميها في البحر مش عايزها. يبقى أي كسور عادية وأي كسور عشرية أنا هشطب عليهم مش محتاجهم خالص وأنا بقرب لأقرب 10، فأنا أشطب عليهم كده وأشيلهم من العدد بتاعي خالص عشان ما يلخبطنيش. بعد كده أحدد خانة العشرات، يبقى هنا عندي خانة العشرات بتاعتي 4 على يمينها 5، الخمسة هتزودها واحد يبقى الأربعة دي هتبقى 5. على طول خانة الأحاد استبدلها وأحط مكانها صفر، باقي الأرقام أكتبها زي ما هي، يبقى الناتج 14850. هقرب لأقرب 10 وعندي عددين هم اللي بيعملوا لخبطة شوية معانا. العدد الأولاني لما يكون خانة العشرات 9 ويكون اللي على يمينها رقم من الأرقام اللي بتزود زي 8، يبقى ال9 دي هتزيد فتبقى 10. الغلطة بقى هنا إن أنا أكتب مكان ال9 دي 10 كاملة، طبعا غلط لأن ال9 دي خانة عشرات والخانة ما ينفعش أكتب فيها إلا رقم واحد، ما ينفعش أشيل ال9 دي وأكتب مكانها 10 كاملة. إنما اللي هيحصل زي ما اتعلمنا قبل كده في الجمع وفي الضرب، لما يظهر ناتج عبارة عن عدد مكون من رقمين بكتب الأحاد والعشرات بوديها على الخانة اللي بعدها، يبقى التسعة دي هتزيد واحد لأن على يمينها 8. طب أعمل إيه بقى في التسعة؟ هتبقى 10 بس مش هكتب ال10 كلها، إنما هكتب صفر ومعايا الواحد يروح على الخانة اللي بعدها. طب الخانة اللي بعدها برضو 9 يبقى برضو هتبقى 10، برضو مش هكتبها كلها، هقول صفر ومعايا الواحد هيروح بقى على 4 يخليها 5. وبعد كده اكتب باقي الارقام زي ما هي، وعندي رقم الاحاد زي ما اتفقنا اشيله واحط مكانه صفر، يبقى الناتج بتاعي 75000. ناخد بالنا من العدد ده. نفس الكلام برضو عندي هنا اجزاء عشرية ارميها في البحر مش عايزها. عندي خانة العشرات 9 على يمينها 9 رقم كريم هيزودها واحد، التسعة هتبقى 10. اتفقنا مش هكتب ال10 كلها، انما هكتب صفر ومعايا الواحد يروح على التسعة يخليها 10 برضو صفر ومعايا الواحد يروح على التسعة يخليها 10 برضو صفر ومعايا طيب الواحد هيروح على الخانة اللي هنا مفيش عندي ارقام تبقى صفر، فلما الواحد يجي على الصفر يخليها واحد. يعني ممكن اكتب اشيل التسعة واكتب 10 كلها مرة واحدة، او التسعة تبقى 10 اكتب صفر معايا الواحد هيروح على الخانة اللي بعدها اللي هي الصفر، يبقى صفر واحد هي الواحد. واتفقنا برضو خانة الأحاد منساهاش احط مكانها صفر، يبقى عندي الناتج هنا 10000. أي صفر هنساه من دول يبقى الناتج بتاعي يبقى المسألة بتاعتي كلها غلط. طيب
النقطة التانية برضو اللي بيتلخبط شوية لما يكون عندي العدد اللي أنا هقربه العدد الصحيح بتاعه عبارة عن عدد مكون من رقم واحد. طيب عندي الأجزاء العشرية زي ما قلنا أرميها في البحر مش محتاجها. بعد كده خط تحت العشرات. طيب فين العشرات هنا؟ العشرات هنا عندي مش موجودة لأن التمانية دي أحاد، يبقى العشرات صفر. يبقى لما يكون عندي رقم واحد بس يبقى ده أحاد، يبقى العشرات على طول هتكون صفر. أحط خط تحتها وبص على الرقم اللي على يمينها. اللي على يمينها 8. 8 دي طبعا جارتها ورقم كريم يبقى هيزودها واحد. طيب يبقى الصفر ده لما يزيد واحد يبقى واحد. طب ورقم الأحاد هشطب عليه واكتب مكانه صفر، يبقى الكلام ده بيساوي تقريبا 10. طيب 3 وربع نفس الفكرة، الكسور العادية ارميها في البحر. عندي رقم واحد يبقى أحاد، يبقى العشرات هنا صفر. احط خط تحتها وابص على جارها الرقم اللي على يمينها هلاقي 3. طب ال3 دي مش هتزودنا حاجة، يبقى الصفر ده هيفضل صفر. طب وال3 هنشطب عليها ونكتب مكانها صفر، يبقى في الحالة دهيت العدد ده هيساوي تقريبا صفر. يبقى 3 وربع لما نقربها لأقرب 10 يطلع معانا صفر. طيب من هنا بنلخص بقى القاعدة كلها في الأغنية دي كده، إن أنا عندي لما أجي أقرب لأقرب 10 أول خطوة عندي أي كسور عادية وأي كسور عشرية في البحر تكون مرمية. يبقى دي أول خطوة. يبقى لو عندي كسور عادية أو كسور عشرية يبقى أنا برميها في البحر مش محتاجها. يبقى أي كسور عادية وأي كسور عشرية في البحر تكون مرمية. طيب بعد كده العشرات هتنده علينا وتقول لنا إن أنتوا تحطوا خط تحتية. يبقى أنا لما أجي أنا أحل يبقى أروح على خانة العشرات وأحط خط تحتها. يبقى العشرات بتقول لنا والعشرات بتقول لنا حطوا خط تحتية. يبقى العشرات هنحط خط تحتها. بعد كده العشرات تطلب مننا برضو ان احنا نبص على جارها. جارها ده الرقم اللي هو اللي على يمينها اللي هو ساكن على يمينها. تقول لنا العشرات برضو وبصوا على جاري اللي ساكن جنبي. يبقى الخطوة الأولى أي كسور عادية وأي كسور عشرية في البحر تكون مرمية، هرميها في البحر. والعشرات بتقول لنا حطوا خط تحتيه. وبعد كده الخطوة الثالثة العشرات هتقول لنا برضو بصوا على جاري اللي ساكن جنبي. طيب جارها ده هيبقى رقم كريم زي الأرقام 5 و6 و7 و8 و9. يبقى في الحالة دي هنزود واحد. لو كريم زود واحد. طب لو كان رقم بخيل زي الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة مش هنزود حاجة. يبقى لو كريم زود واحد، لو بخيل ما تزودش. طيب بعد كده الأرقام اللي بعد خانة العشرات هنكتبها كلها زي ما هي. فالعشرات برضو بتقول لنا والأرقام اللي بعدية اكتبها زي ما هي. طيب واخر حاجه بقى العشرات بتقول لنا عشان ناخد بالنا منها اوعك تنسى الصفر في الخانه اللي قبليه. يبقى خانه العشرات الخانه اللي قبلها اللي هي الاحاد دايما احط مكانها صفر. يبقى القاعده بتاعتها هي اي كسور عاديه واي كسور عشريه في البحر تكون مرميه. والعشرات بتقول لنا حطوا خط تحتيه وبصوا على جاري اللي ساكن جنبي. لو كريم زود واحد، لو بخيل ما تزودش. والارقام اللي بعديه اكتبها زي ما هي. اوعك تنسى الصفر في الخانه اللي قبليه. اخر بقى سؤال عندنا في تقريب لاقرب 10 ان هو يطلب مني اوجد جميع الاعداد الصحيحه التي اذا قربت لاقرب 10 ينتج 360. عايز انا كل الاعداد اللي انا لو قربتها لاقرب 10 يبقى الناتج بتاعها 360. طيب الأعداد دي نحفظها كده إن أنا عندي 5 أرقام أو 5 أعداد قبل 360 مباشرة و4 أعداد بعدها. يبقى الأعداد اللي ممكن تقربها لأقرب 10 الأعداد 359 358 357 356 355. الأعداد دي لو أنت قربتها لأقرب 10 هتلاقي الناتج بتاعها 360. يبقى خانة العشرات 5 قبلها 9 هتزودها 1 يبقى ال5 دي هتبقى 6 وال9 هنشيلها ونحط مكانها صفر ونكتب ال3 زي ما هي. كلهم كده هيظهر لما نيجي نقربهم هيطلعوا 360. كذلك 4 أعداد بعد 360 مباشرة 361 362 363 364. الأعداد دي لو أنت قربتها كلها هتكون كلها في الآخر 360. يبقى أقرب عدد من مضاعفات العشرة لهذه الأعداد هو العدد 360. احفظها إن هو لو جاب لي أي عدد وقال لي عايز جميع الأعداد الصحيحة اللي لو قربتها لأقرب 10 ينتج عدد معين زي 360 يبقى أنا عارف كده إن أنا هكتب 5 أعداد قبلها مباشرة و4 أعداد بعدها. يبقى هم 9 أعداد. يبقى 360 من اللي قبلها 359 358 357 356 355 دول 5 أعداد قبلها. طب وبعدها 4 أعداد فقط 361 362 363 364. دي بالنسبة للسؤال أوجد جميع الأعداد الصحيحة التي إذا قربت لأقرب 10 ينتج 360. وبكده انتهى درس تقريب لأقرب 10.